صباح الخير. هتشوفوني دلوقتي بس ايه بعد ما البس. هلبس ايه بقى؟ هلبس هذا البنطلون الوايد ليج اللي انا بعشقه بصراحة، وهلبس معاه هذا التيشيرت الاسود برضو، هو كله اسود النهارده، وهذا شراب الابيض في اسود، والكوتش الابيض ده بس عايز يتنضف وهننضفه. هلبس بقى وهجيلكوا دلوقتي. صباح الخير، عاملين ايه؟ وحشتوني. فاهلا بكم في يوم جديد وفيديو جديد، وان شاء الله تكونوا بخير واحسن حاجه. طبعا انا كنت لازقكم على الشباك، بس الفكره ان اللزقه مش متينه بتوقع الموبايل بصراحه. بقالي ساعتين سايب اللي ورايا وبلزق في الموبايل مش راضي يتلزق، فمالها ايدينا بقى. فنكمل بقى موضوعنا. وحشتوني يا جماعه. النهارده هاخدكم معايا في يوم في حياتي، اعتقد يعني حياه السكن. طبعا المفروض الفيديو ينزل النهارده اصلا، فانا المفروض انزله النهارده، المفروض بصور النهارده المفروض كله يخلص النهارده، بس هيخلص ان شاء الله، بس هينزل متاخر سيكا. فاعتقد لو تيجي تسمع الفيديو ده مش هتحس بموقف ده غريب يعني. فبس دلوقتي بقى لبسنا. عايز اسرح شعري واحط الصن بلوك والمرطبات وكده، فيلا بينا. سئلت عائشة رضي الله عنها بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته، فقالت رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته بدأ بالسواك. السؤال: لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بالسواك؟ اللي ينظر في حياته عليه الصلاة والسلام على وجه العموم يجد أنه كان يعتني غاية العناية برائحته وبالنظافة الشخصية، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم مثلا يعرف بريح الطيب إذا أقبل، كان يحرص على الطيب، يقول: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء. في الحقيقة أن حرص كلا الزوجين على النظافة الشخصية في مظهره، في فمه، العناية باسمه، الفطرة، هذا هو الأصل. حرص الإنسان عموما ليس شرطا أن يكون متزوجا، حرص الإنسان عموما على نظافته هذا أمر من أهم ما كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. يلا إلى الجامعة، يلا بينا. هوريكم الأوتفيت دلوقتي. اه وحركهم بالجيل وخليهم كلهم على نفس المستوى. رجعنا هنفطر بقى مع بعض. بعد كده بعد ما نفطر الأول هنسخن العيش يعني، هنسخن العيش وبعد كده هفطر وهقعد اتفرج مثلا شوية على أي حاجة. هريح لحد العصر، الساعة حاليا دلوقتي 1:30، العصر الأذن الساعة 4، فهريح شوية لحد العصر. بعد كده بقى نقوم نشوف الكويزز اللي علينا، الحاجات اللي علينا بقى. فيلا تعالوا بقى نسخن العيش مع بعض.
هقول لكم تركاية بسيطة، مش عارف اسمها ولا لا، استنى. انتوا كده غالبا سامعين. هقول لكم تركاية بسيطة جدا. لما تيجي تسخنوا لما تيجي تسخنوا اللبن في الميكرويف ما تحطوش سكر، عشان السكر بيفور اللبن. معلومة سكرية. انا هشرب حاليا النسكافيه ساقع. هيبقى نسكافيه ساقع لان انا بحبه ساقع. حاسس ان انا كترت شوية، بس ماشي. ريحت شوية لحد ما الساعة بقت 3. نقوم بقى نشوف اللي ورانا عشان عندنا كويز بكرة. مادة يعني مش عارف، يعني هي مادة رخمة عقيمة بس حلوة، اسمها لوجيك بروجرامينج أعتقد. صوت ظاهر في البتاع. لوجيك بروجرامينج أعتقد معظم الناس عارفينها وكده، أو مش عارفينها لأن هي أصلا مادة قديمة شوية، بس احنا بنحب ناخدها في الكلية يعني. حاليا بقى المفروض ان انا عايز اذاكر الكويز. معرفش هل هذاكر حاجة تانية مع الكويز ولا لأ، يعني عندي assignments قد كده كتير جدا، وعندي كويزز برضو الأسبوع ده كتير، وعندي محاضرات المفروض تخلص برضو. فهنشوف الموضوع ده، هنشوف. بس نيجي من جانب ان احنا يبقى عندنا حسن الظن بالله، ان احنا نتفائل في الحاجة اللي احنا نعملها. لان ربنا بيقول لك ايه؟ استنى افتكر الحديث. انا عند حسن ظن عبدي بي فليظن عبدي ما يشاء. تمام. فربنا بيقول كده، فتخيل بقى ان ربنا يكون كده، بيقول لك كده يعني، وانت تقول ايه؟ اصلا انا مش واثق. فدي حاجة يعني حاسس احنا المفروض نرجع ليها وان احنا نفكر فيها، لان موضوع كبير بصراحة، موضوع مش سهل. حتى يعني كان الرسول عليه الصلاة والسلام راح لواحد، فبيقول له كان عنده مرض، بس مرض اللي هو كان بتاع زمان ده، مش فاكر اسمه، هحاول ان احطه لكم يعني. المهم فالرسول عليه الصلاة والسلام دخل الراجل فقال له طهورا، يعني ان انت هتبقى طاهر من المرض ده وهتشفى وكده. فقال له طهورا ايه؟ فيما معناه برضو ده انا المرض ده هياكلني وانا شاب عجوز وكده. راح الرسول عليه الصلاة والسلام قال له ان ربنا عند حسن ظن عبده بيه فليظن عبده ما يشاء. بيقولوا في روايات مختلفة إن الشخص ده مات بالمرض ده، والله أعلم يعني. فعشان كده نحاول إن احنا حسن الظن بالله في أي حاجة في الحياة عموما، مش في المذاكرة بس. إن أنا مثلا هوصل الجامعة أنا عند حسن ظن عبدي بيه، إن أنا مثلا هسافر عند حسن ظن عبدي بيه، إن أنا هخلص الكلية مثلا وهشتغل كويس، ده عند حسن ظن ربنا. فلتحسن الظن بالله، لأن بجد بجد من الحاجات، يعني انت عارف حتى انت ما بتقولها انت خلاص. يعني عارف انت مثلا لما يجي حد، اقول لكم لما يجي حد مثلا تقول له مثلا انا هخلص الكليه وهشتغل عندك في الشركه، انت هتكون واثق من نفسك. مش واثق من نفسك، انت واثق في الشخص ده خلاص. بس الراجل ده ما قالش اه ولا بس انت واثق فيه. فتخيل بقى ان ربنا ده، يعني ربنا فوق الراجل ده، ربنا مستني بس دعوة صغيرة منك كده، حسن ظن بالله صغير كده، وربنا هيناولك اللي انت بتتمناه. تخيل بقى، مش هيبقى محتاج حاجة زي ما الناس محتاجة حاجة ولا أي حاجة من دي خالص. فاحسنوا الظن بالله، احسنوا الظن بالله. حاليا نسكافيه نسكافيه ده الجماعة بتاع عمر أفندي ده تحفة تحفة، من بعد المقاطعة تحفة. فهشربه عشان أفوق وأبدأ أذاكر بقى معاكم. يلا بينا.
يقول أحد السلف من شدة يقينه بالله: والله لو أقسمت على الله أن يحرك هذا الجبل لتحرك. إذا أنت دعوت الله وأنت موقن يسر الله لك كل ما تعسر وفتح الله لك كل ما تسكر. إن الله قد أخبر أنه من قصده فإنه لا يضيعه، فلذلك الإنسان يحسن الظن بالله جل وعلا. إذا ضاقت عليك الأرض وتخلى عنك الجميع في الأرض، اعلم أنه في نفس الدقيقة اتسعت لك السماء. أفرغ قلبك من الخلق واجعل الله نورا لك في حياتك، فمن وجد الله فماذا فقد؟ فمن فقد الله فماذا وجد؟ أفرغ قلبك من الخلق واجعل الله نورا لك في حياتك، فمن وجد الله فماذا فقد؟ فمن فقد الله فماذا وجد؟ أكتر حاجة بكرهها وهو إن أنا أغسل المواعين بعد الخبز، ولكن هذه هي الحياة. فنفسي إن أنا نرجع نحطها وبعدين أتكلم شوية في الموبايل، وبعد كده هنكمل باقي المذاكرة وبس. فيلا بينا. ووصلنا لنهاية الفيديو. حوالي الساعة بقت 8، خلصت. كان المفروض كويس بكرة واتلغى. كان عندي اليوم فاضي جدا بكرة، يعني مفيش أي حاجة بمعنى الكلمة، فأجلت عمل اليوم إلى الغد. فحاليا هعمل إيه قبل ما أنام عشان احتمال ممكن ما تكونش معايا. وهو قبل ما أنام بحط كابكسي أمبولز دي لسه تحت التجربة دي. الأمبول رقم 2، أمبول رقم 2. وبقرا الورد قبل ما انام، بخلص الورد اللي عليا قبل ما انام، وبعد بقى اسكرول شويه على الانستجرام، وهعمل لكم مونتاج لهذا الفيديو وبس لحد ما اخلص كل ده وانام واصحى بقى تاني يوم. يعني دي يعتبر حياتي بنسبه 70-80%. في حاجات ملغيه شويه بس طبيعي، في حاجات مور برايفسي شويه. فاتمنى يكون الفيديو عجبكم، وما تنسوش ان انتوا تتابعونا على الانستجرام عشان في حاجات حلوه كتير بتنزل هناك. وكمان ما تنسوش تقولوا لي في الكومنتس لو انتوا حابين اي نوع فيديو تشوفوه مني. قولوا لي في الكومنتس انواع جديده، لان انا ما عنديش افكار مساحات، فعايز منكم افكار. فقولوا لي افكار، ويا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو ده بنسبه 1%. واشوفكم الفيديو الجاي. وما تنساش قبل ما تقفل هذا الفيديو تعمل لايك وتعمل لي كومنت وسبسكرايب، تفعل زر الجرس وتشير الفيديو ده لاي حد انت بتحبه يسمع معاك نفس الفيديو. بس كده، اشوفكم المره الجايه. باي باي.